السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى واجمل متابعين في الدنيا؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب يوصلكم الفيديو وانتوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل فطيرة الجلاش بالكاستر، جميلة جدا. شايفين الطبقات؟ بجد جميلة جدا. انا عملتها بالليل وسبتها للصبح. المقطع الاخراني دون اللي فيه اللي انا بعمله دلوقتي بعد ما استوت صورته الصبح. شايفين طرية وجميلة وطعمها تحفة، بجد جميلة جدا، هتعجبكم. يا رب اللي يشوف قناتي لأول مرة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. منورين قناتي حبايب قلبي اللي اشتركوا جديد واللي معايا من زمان، ربنا يحفظكم كلكم ويبارك فيكم. نبدأ نشوف مكونات الوصفة بتاعتنا. معايا 3 كوبايات من الحليب. انا هحط 3 معالق من السكر لكل كوباية حليب، حسب رغبتكم. عايزين زيادة زودوا حسب يعني حبكم للسكر. ده الكاستر طبعا. الورقة وانا بفتحه وعندي من رمضان بصراحة، كان متبرشم على الغطا بالورقة كلها كده، كل البرطمان. فوانا بفتح راحت الورقة. خدت 4 معالق من الكاستر ل3 كوبايات الحليب. هنقلبه كويس قوي. طبعا هو فانيليا، مش محتاج تحطي له اي روايح خالص، ريحته جميله جدا، طعمه جميل جدا. هنقلبه كويس على البارد قبل ما نحطه على النار عشان مش يعمل اي كتل. حطيناه على النار ما نشيلش ايدينا منه ونفضل نقلب لحد ما يغلي. اول ما يبدا يطلع فقاقيع كده، يعني يبدا في الغليان زي ما انتوا شايفين كده، يعني مرة والتانية كده يغلي، يبقى خلاص هندفع عنه النار. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الكوباية اللي شفتوها دي انا خدت نص كوباية بيها وفضيتها في الطبق، وضفت كمان معلقتين كبار من الزبادي على السمنة، ده خليط التوريق. وهضيف كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهنقلبهم في بعض كويس قوي عشان نمسح بيه الورق. ده الخليط ده جميل جدا جدا، بيخلي صينية الفطيرة كده او الجلاش مورقة وجميلة، ما تبقاش لازقة في بعضها. هندهن الصينية دهنة بالسمن من فوق من تحت ومن الجوانب، دهنة محترمة كده وجميلة عشان ما يلزقش الجلاش مننا في حروف الصينية او فيها من تحت. معايا لفة كده من الجلاش النوع دوت كويس. طبعا الجلاش ده عندي بقاله يومين في التلاجة، جبته حصلت ظروف ما عرفتش اعمله وقت ما جبته، فركن عندي في التلاجة يومين، فبدأ يتكسر بقى. اول ما فتحته لقيته الورق متشرخ كده. طبعا مش هيحصل حاجة، عادي، مفيش اي مشكلة خالص. المهم هناخد الورقة وهنفردها كده وهنسيب تلتها برا، وهنشيل ورقتين يكونوا سلام كده وحلوين، 3 ورقات، وهنركنهم على جنب علشان هنحتاجهم في الاخر. ندهن الورقة اللي نفردها، ندهنها كده دهنة محترمة برضه من السمنة، خليط التوريق اللي احنا عاملين دول. بتفردي ورقة من الناحية دي وصدها ورقة، وندهنها دهنة كويسة كده. من الناحية التانية برضه بنفرد وبنسيب تلت الورقة من برا عشان لما نيجي في النهاية هنشوف هنعمل ايه. الطريقة دي جميلة جدا، هتعجبكم ان شاء الله. قصادها برضو بالطريقة ديت لحد ما نخلص الكمية كلها، ورقة من الناحية دي بالطول وورقة قصادها بالطول، بالعرض قصادها بالعرض، ونفرد وندهن الخليط بتاعنا لحد ما خلصنا الكمية. مش بقى معانا غير ال3 ورقات اللي احنا سايبينهم. الكاستر جاهز، هننزل بيه على الجلاش. الريحة ما شاء الله طالعة جميلة جدا. هنسويه كده في الصينية كلها، وهنجيب ورقة من ال3 اللي احنا سبناهم وهنغطي بيها
الطبقة ديت. دهنة خفيفة كده. هنبدأ ناخد الجوانب بقى الأول، ناخد ورقة ورقة من الناحية دي وقصادها من الناحية التانية، زي ما عملنا في الأول. الورقة اللي ننزل بيها ندهنها بالخليط التوريق، ومن الجنب ده ومن الجنب التاني قصادها لحد ما نخلص الكمية كلها. الناحية التانية قصادها برضو، لكن أنا ما كنتش الكاميرا مش مظبوطة. هخلص الكمية كلها بقى على كده. هنجيب بقى الورق اللي انا سايباهم للاخر عشان نغطي بيهم الوش كده، وندهنهم بخليط التوريق برضو. الخليط دون جميل جدا، احسن ما تدهني بالسمنة بس. نخليها مورقة وطلع منفوخة من الفرن كده ما شاء الله، يعني هتشوفوها في الاخر. لو مش عندك كاستر وعايزة تعمليها اعمليها بنشا، مش فيه مشكلة خالص يعني. لو مش عندك حليب، الحليب البقري العادي اللي احنا بنعمل بيه او الجمسي، عندك الحليب المجفف، بهدي فيه معلقتين للكوباية. شايفين طالعة عاملة ازاي؟ معلقتين حليب بودرة لكوباية المية. طالعة منفوخة ما شاء الله. ونزلت عليها بقى انا ايه، ولادي ما بيحبوش السكر، ما حبيتش ارش عليها سكر. العسل او الشربات دون كان عندي فرح بنت اختي وكده، كنت عامله لها جلاش وسبت الباقي عندي. قفلت عليه في البرطمان كده بتاع مربى، وزي ما شفته زي ما هو، ولا باظ ولا هيبوظ ولا هيجرى له اي حاجه خالص. وعسل هو تقيل قوي مظبوط ولا هو خفيف. طبعا انا لو رشيت سكر الولاد مش هياكلوه. معايا كوبايه حليب، انا مرضتش احط كله من العسل، الحليب احسن. مش محتاجين سكر زياده يعني، احنا عايزينه خفيف السكر، والحليب مش عليه سكر. انا خدت بس 3 4 معالق كده، يعني عشان ايه يبقى في طعم محلي كده شوية. للتزيين طبعا حسب رغبتك، شوية زبيب، جوز هند، كان عندي شوية جوز هند صغيرين قوي رشيتهم برضو. وألف هنا وشفا يا رب اللي يعملها ويجربها، جميلة جدا.